انت محتاج تسمع الفيديو ده في حالة واحدة، لو داخل تجيب تليفون او معاك تليفون او عايز تعمل تريدن او عيالك عايزين يعملوا تريدن او عايز تتعامل مع شركات التليفونات بس مش فاهم بالظبط هم بيسرقوك ازاي. اكتر غلطتين بتعملهم في حياتك ان انت تاخد تليفون من شركة خطوط وتعمل تريدن للتليفون بتاعك جوه شركة خطوط. اولا عمر ما شركة الخطوط كانت تليفونات وعمر ما شركة التليفونات كانت خطوط، هم بيعملوا اشتراك مع بعض عليك، فاحنا نلغي الاشتراك معاهم ونبقى مع نفسنا وفريدم. ازاي؟ ان انت تروح شركة الخطوط تقول لهم انا عايز خط، تمام، وتروح شركة التليفونات تقول لهم انا عايز اقسط تليفون عندكم. الفرق بدل ما تستك مع شركة الخطوط 36 شهر ولو عايز تطلع منهم لازم تدفع حق التليفون كله كاش، لا، انا هروح ابل اقول لهم التليفون بتاعكم ب 1500، انا هقسط $50 كل شهر، هيقولوا لي تمام، هيقولوا لي على 24 شهر بدون اي فايدة. يعني ولا فايدة ولا سعر التليفون هيزيد، اخرك هتدفع التاكس تاخد التليفون وتمشي. تليفون انلوك حضرتك تقدر تشغله على اي حاجة في العالم، فانت مش مستك مع شركة بال 36 شهر، انت اخرك ترمي لهم الخط وتروح شركة تانية.